برغم ان الملاكم ده وقع من جريفونتا الا ان كان عنده وجهة نظر عجبتني في الماتش وهو بيعمله او في اللقطة دي تحديدا. هو ان هو وهو بيلعب لما لقى نفسه ان هو بدأ يدوخ او بدأ ان هو يتعب فبدأ يلجأ لفكرة تقفيل المسافة بينه وبين الخصم. ان انت لو حسيت ان انت اتضربت ضربة قوية وعاوز تاخد نفسك ممكن تكسب وقت وتبدا ان انت تعمل الكلينش او تبدا ان انت تقرب المسافه بينك وبين الخصم وانت مقفل بالهاي جارد. الفكره انك تبدا تستعيد ادائك تاني وتستعيد نفسك وتبدا ان انت تركز من جديد عشان تبدا تشتغل من اول وجديد. بس النقطه بقى اللي ما خدش باله منها الوحش ده ان هو بيلعب جريفونتا فهو فاهم ان هو اداله ضربه مؤثره فهو بيحاول يقفل عليه المسافه عشان يعرف ياخد نفسه او كده، فبالتالي هو ما ادالوش الفرصه لكده فبقى يرجع ويضرب معاه. وده نفس الكلام ممكن يحصل معاك على الحلبة وانت بتضرب مع واحد اديته ضربه مؤثره وحسيت انها اثرت فيه بدا يدخل عليك بفكره الكلينش او يقفل ويدخل عليك، لان مش كل الوقت ممكن الملاكمين ان هم يتحركوا لما يتعبوا. او لو خدت ضربه ان انت تتحرك ما انت تعبان ممكن تلجا لستايل تاني، فكره ان انت تقفل وتدخل وتضغط. ده تكنيك ممكن ان انت تشتغل بيه، هو ان انت بتريح نفسك وتقفل على الملاكم وما تدلوش الفرصه ان هو يضرب ضربات جديده. لكن جريفونتا كان بيدخل الضربات من بين ايديه، يعني الملاكم ده ما كانش بيقفل كويس. يعني المبدأ عنده صح لكن التكنيك وهو بيعمله هو مش ملاحق قدام جريفونتا، عمال ان هو بيتضرب من بين ايديه لغايه لما وقع في الاخر ما قدرش ان هو يكمل. المهم ان انت تاخد الصح وتشتغل عليه. ايه فكره ان انا عندي دلوقتي اوبشن وانا بلاعب اي ملاكم ممكن ان انا اقفل وادخل لقدام، اقفل نفسي الصح بالهاي جارد اللي اتكلمنا عليه قبل كده. يبقى اقفل صح وادخل لقدام وانشف ايديا كويس وما اديلوش فرصه ان هو يوصل لي لكمات. حتى لو رجع لورا واتضرب يبقى انا تقفيلي كويس وده يديني الفرصه ان ابدا ان انا استعيد انفاسي تاني، ابدا اركز من جديد. خلاص حسيت ان الضربه تاثيرها راح، خلاص ابدا من جديد بقى اشتغل على اللي انا عايز اعمله لغايه لما اوصل التكنيك اللي انا عايز اوصله والضربات اللي انا عايز اعملها عشان اقدر ان انا اكسب الماتش. مش كل واحد بيكسب الماتش من البدايه، ساعات في ماتشات بتتقلب، وياما شفنا لقطات وياما شفنا مباريات وياما شفنا مشاهد لفكره ان هو مضروب طول الماتش وبعدين يركز في لحظه يدي القضيه. الملاكمه ملهاش كبير، اتمرن وركز وحافظ على نفسك دايما وتعلم اكتر من تكنيك للظروف تعرف تتعامل بيها لو الظروف اتغيرت على الحلبة. وطبعا الكابتن بتاعك على الحلبة ليه تأثير كبير في النقط دي، ولكن انا بقول لك احتياطي ان انت لو محدش مثلا من الكباتن مركز معاك قوي، او لو انت معتمد على نفسك وانت بتلعب، او لو انت بتلعب ولسه نهاية الجولة ما جاتش، تبقى انت عارف انت بتعمل ايه وتشتغل ازاي لغاية لما تظبط ادائك وتكسب الماتش. المهم انك تخليك فاكر انك بطل قصتك.